نتابع بحثنا اليوم أيها الإخوة، فنقول إن المدود في الحروف المقطعة 4 أنواع أو 4 مجموعات. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد إلى 4 مجموعات. المجموعة الأولى فيها حرف واحد وهو حرف ألف. ألف ألف كما تلاحظون عندما أنطق اسمه عبارة عن همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة، ألف. طب أين أمد؟ المد لا يكون إلا في ألف منطوقة أو واو أو ياء. هنا لا يوجد، هنا همزة مفتوحة، لام مكسورة، فاء ساكنة. لذلك ألف المجموعة الأولى من الحروف المقطعة فيها حرف ألف ولا مد فيه، لا مد فيه. قال إمامنا الشاطبي رحمه الله: وما في ألف من حرف مد فيمطل. يمطل يعني يمط، يعني يمد، يعني يطول. وما في ألف، هذه ما نافية. وما في ألف من حرف مد فيمطل يعني ليس فيها حرف مد حتى يطول. إذن هذه المجموعة الأولى ألف. المجموعة الثانية بارك الله فيكم فيها 5 أحرف جمعها علماؤنا بقولهم حي طهر. حي طهر، الحاء والياء والطاء والهاء والراء. هذه ال5 تنطق بل ينطق كل منها على حرفين. يعني في القرآن العظيم لا تنطق مهموزة، يعني لا نقول حاء ميم بل نقول حاميم. لا نقول طاء هاء بل نقول طاها. هذه الحروف التي حي طهرة، هذه ال5 في اللغة جاءت مهموزة وغير مهموزة. في اللغة يعني العرب يقولون ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، ويقولون ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. انتبهنا؟ في اللغة جاءت مهموزة وجاءت غير مهموزة، لكن تلاوة في القرآن ما جاءت إلا بترك الهمز، لم تهمز أبدا. ما في قارئ يقول طاء هاء، ولا في قارئ روى لنا عن رسول الله ياء سين أبدا، وإنما ياسين طه كاف هايا هايا، ولا نقول هايا. انتبهوا إلى هذا الأمر. إذن حي طهر 5 أحرف هي المجموعة الثانية من الحروف المقطعة. ينطق كل منها على حرفين، حا يا طا ها را، ينطق على حرفين، ثانيهما حرف مد ويمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا. يمد بمقدار حركتين مدا طبيعيا. المجموعة الثالثة من الحروف المقطعة فيها 7 أحرف جمعها بعض العلماء بقولهم سنقص لكم. سنقص لكم، السين والنون والقاف والصاد واللام والكاف والميم. سنقص لكم. هذه ال7 كل واحد منها ينطق اسمه على 3 أحرف أوسطها حرف مد. يعني لما ننطق سين نقول سين، ماذا نطقت الآن؟ نطقت سين مكسورة، بعدها ياء ساكنة، بعدها نون ساكنة. إذا نطقت اسم هذا الحرف على 3 أحرف أوسطها حرف مد. خذ مثلا ايش سنقص لكم، خذوا حرف اللام. لام لام، نطقت ماذا؟ لام مفتوحة، بعدها ألف، بعدها ميم ساكنة. هذه ال7 سنقص لكم ينطق كل منها على 3 أحرف أوسطها حرف مد، ويمد مدا لازما حرفيا. لازما لأنه السكون في الحرف الثالث سكون أصلي، حرفيا لأنه في الحروف المقطعة لازما حرفيا، مخففا أو مثقلا. قد يكون مخفف مثل لما نقول مثلا ميم ألف لام ميم، لاحظتم أن الميم ساكنة وغير مشددة، إذا مخفف. لكن لام التي قبلها لام آخرها ميم ساكنة، وميم التي بعد لام أولها ميم ميم، فندغم الميم في الميم فينشأ مد لازم
حرفي مثقل. الاختلاف فقط في الأسماء لكن المقدار واحد. لام ميم، فلما مددت لام لازم حرفي مثقل، لما مددت ميم لازم حرفي مخفف. هذه هي المجموعة الثالثة. المجموعة الأولى ألف وألف لا مد فيها. المجموعة الثانية حي طهر كل منها بمقدار حركتين مد طبيعي. المجموعة الثالثة 7 أحرف سنقص لكم، كل منها ينطق على 3 أحرف أوسطها حرف مد، مد لازم حرفي إما مخفف أو مثقل. أما المجموعة الرابعة فيها حرف واحد وهو حرف عين. حرف عين الوارد في سورتين في القرآن العظيم، في مطلع سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وفي مطلع سورة الشورى حاميم عين سين قاف. عين هذا لو تأملناه، تأملوا عين، تصوروها مكتوبة أمامكم ونحن ننطقها عين. عين عين هي عبارة عن ياء ساكنة مفتوح ما قبلها العين، لأنه العين مفتوحة بعدين ياء ساكنة، هذا حرف لين، هذا حرف لين. قال الجزري كما مر معنا واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. واللين واو وياء سكنا وانفتح قبلهما. إذن عين الحرف حرف لين. ماذا بعده؟ بعده سكون أصلي، يعني سكون وصلا ووقفا. عين، هذه النون ساكنة، لا نقول عين في الوصل وفي الوقف نقول عين، لا، هي عين ساكنة وصلا ووقفا. طيب كم روي لنا مقدار مد هذا الحرف؟ روي لنا من طريق منظومة الشاطبية للإمام الشاطبي 4 حركات أو 6 حركات. 4 حركات أو 6 حركات. قال الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومته المعروفة بالشاطبية اللي هي اسمها حرز الأماني ووجه التهاني، قال وفي عين الوجهان، يعني 4 و6، والطول فضلا. وفي عين الوجهان والطول فضلا، يعني روي عين في مدها 4 حركات و6 حركات، والأفضل أن تمدها 6، لكن 4 ما هو خطأ، لك أن تمدها 4 حركات أو 6 حركات. ثم بقي السؤال، ما هذا المد الذي فيه عين؟ ما يعني هو ليس مد مستقل، لابد أن نلحقه بأحد المدود 9 التي ذكرتها لكم في القرآن العظيم. لو تأملنا عين نجد بأنها تشبه مدين. تشبه مد اللين من زاويتين. أولا حرفها حرف لين، ومد اللين الذي سيأتي معنا المد التاسع من المدود في القرآن الكريم، مثل خوف، بيت، حرفه حرف لين. إذن عين تشبه مد اللين في أن حرفها حرف لين، وتشبه مد اللين أيضا في أنها تمد 4 و6، ومن طريق طيبة النشر 2 و4 و6، يعني كالمد الليني تماما. إذن عين تشبه مد اللين من زاويتين، وتشبه المد اللازم من زاوية واحدة، وهي أن السكون الذي بعد عين في النون يعني سكون أصلي، سكون أصلي. فإذا هي تشبه المد اللازم من ناحية وتشبه مد اللين من ناحيتين. بعض المصنفين كالشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله وجعل ربي روحه في عليين في كتابه هداية القارئ ألحقها بالمد اللازم. أنا لا أرى ذلك، أرى أن تلحق بمد اللين، وبينت السبب. لما؟ لأنها تشبه مد اللين من زاويتين وتشبه المد اللازم من زاوية واحدة، فإلحاقها باللين أولى ولا يترتب على هذا شيء. هو موضوع يعني تنسيقي بحت، موضوع لتنسيق الحروف وعرض المادة العلمية، أما لا يؤثر على التلاوة. القراء متفقون على أن عين تمد 4 أو 6 حركات من طريق الشاطبية، ومن طريق طيبة النشر 2 أو 4 أو 6. سأنطق لكم عين هذه حتى نسمعها. أمدها أولا 4 حركات في كاف هاء عين صاد، ثم أمدها 6 حركات. سأبدأ ب4 حركات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كاف ها يا عين صاد. هذه 4 حركات. أعيدها الآن 6 حركات. كاف ها يا عين صاد. هكذا. حاميم عين سين قاف أيضا أمدها أول أمد عين 4 ثم أمدها 6. حاميم عين سين قاف. هذه مددت عين 4. الآن أعيدها وأمد عين 6. حاميم عين سين قاف. هكذا يلفظ هذا الحرف. ما ذكرناه في هذه الحلقة نراه على اللوحات التعليمية في هذه الحلقة التي تلخص الكلام الذي شرحته لكم. نلاحظ على اللوحة التي أمامنا المدود الواقعة في الحروف المقطعة. تقسم الحروف المقطعة من حيث المد الذي فيها إلى 4 مجموعات. أولا ألف ولا مد فيها لعدم وجود حرف مد. ثانيا حروف حي طهر ينطق كل منها على حرفين ثانيهما حرف مد ويمد بمقدار 2 حركات مدا طبيعيا هكذا: حا يا طا ها را. نعم. المجموعة الثالثة كما نرى على اللوحة حروف سنقص لكم. هذه 7 التي أمامنا ينطق كل منها على 3 أحرف أوسطها حرف مد يمد بمقدار 6 حركات مدا لازما هكذا. طبعا قلنا 6 حركات مد لازم إما مخفف أو مثقل بحسب إن كان مشددا أو غير مشدد. هكذا: سين نون قاف صاد لام كاف ميم. هذه هي المجموعة الثالثة. نرى الآن المجموعة الرابعة. حرف عين ينطق على 3 أحرف أوسطها حرف لين ويمد بمقدار 4 أو 6 حركات من طريق الشاطبية ويلحق بمد اللين، وذلك في كاف ها يا عين صاد. هنا مددته 4 حركات. حاميم عين سين قاف. هنا أيضا عين مددتها 4 حركات. هذه الحروف المقطعة أيضا نلخصها في هذا الجدول. الجدول الذي ترونه أمامكم سيلخص كل الكلام الماضي. خلاصة البحث: نرى على الجدول كلمة الحرف يمد بمقدار نوع المد الذي فيه. نبدأ بالألف كما نرى على الشاشة. فألف يمد بمقدار كم؟ هل تستطيعون أن تقولوا قبل أن يظهر على الشاشة؟ نعم، 0. 0 يعني لا يمد. نوع المد الذي فيه لا مد فيه. لا مد فيه. المجموعة الثانية حروف حي طهرة يمد بمقدار كما نرى على الشاشة بمقدار 2 حركتين. نوع المد الذي فيه مد طبيعي. مد طبيعي. المجموعة الثالثة حروف سنقص لكم كل منها يمد بمقدار 6 حركات. نوع المد الذي فيه مد لازم
المجموعة الرابعة والأخيرة حرف عين في فاتحة سورتي مريم والشورى، يمد بمقدار 4 أو 6 حركات، ونوع المد الذي فيه مد ملحق بمد اللين، ملحق بمد اللين. هذا هو مبحث الحرف المد اللازم الذي قال عنه إمامنا الجزري رحمه الله: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد.